بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. أول شيء بدي لكم شغلة مهمة جدا جدا جدا، إنه أنا وأنتم تجمعنا صفة واحدة، يلي بيحزرها له هدية عند الشيخ داود. أنا وياكم في صفة مشتركة. ها؟ الإسلام الدنيا كلها مسلمين. طلب العلم. لا، في شيء طلاب علم كتار. يعني أنا هذا أوسع. طيب أنا سأقول لكم إن شاء الله تعالى، والشيخ داود إذا كان يعني يعطي هدية تبرع عم بيصير. أتعلمون أنني وأنتم، أنا وأنتم شيخنا الشيخ موفق مرابع. الشيخ موفق مرابع أستاذي، درسنا في معهد الفتح، جزاه الله تعالى عنا كل خير. هذا الرجل الكبير الفاضل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم فضله ونفعه. نعم، درسنا في سنوات أخيرة في المعهد، وكان موجها ثم صار معاون مدير في معهد الفتح، والآن رجع إلى معهد الفتح إلى موقعه بفضل الله تعالى، وقد تنورت به دمشق، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا كل خير. الشيء الثاني، حقيقة أنتم أيها الإخوة يعني يجب عليكم أن تعرفوا يعني قدر هذه النعمة. الآن قول والله مكان وقف يعني لقاء دورات قرآن كريم 20 طالب كذا، إنه هذا صغير، لكن حقيقة هذه أعمال كبيرة جدا. أولا كبيرة لأنها في هذا الزمان الصعب الذي اشتغل به كثير من الناس في الدنيا بالمال بالدراسات الكونية، وربما أعرضوا عن هذه الموائد إلا من رحم ربك. حقيقة اليوم كثير من الناس مشغولين عن هذه الموائد، أطفال شباب في الجامعات، وحتى الناس حتى الأهالي اليوم يقول لك نحن الآن نريد اختصاص يأتي لأولادنا بالمال يرفعهم في الدنيا يشتغلون به حتى يؤمنوا حياتهم. أما أن نجد أسرا، أولا آباء وأمهات يفكرون بإرسال أولادهم إلى أمثال هذه الدورات، والله هذه نعمة كبرى. والحقيقة الأهالي اليوم الآباء والأمهات يعرفون خطورة هذا العصر وهذا الزمان. يا شيخ داود الآن سبحان الله بريطانيا قاعد الآن في دولة إسلامية، كان في الشام، شام شريف دمشق مباركة، سبحان الله خرج مضطرا في أول أيام الثورة. نعم، فخرج مضطرا ونجا بنفسه. ما شيخ داود إن شاء الله تعالى. لكن انظروا إخواننا، ما ذهب إلى بريطانيا، ذهب مدة إلى الأردن دولة إسلامية، ثم أتى إلى هنا دولة إسلامية. ليه؟ هو يخاف على نفسه، يخاف على زوجته، يخاف على أولاده. إذن انظروا إلى وعي الأهالي الذين يفكرون بهذه الطريقة، كيف نحمي أولادنا. طب أنتم الآن أيضا آباؤكم وأمهاتكم لأن يفكرون أولادنا في هذا الزمان، في هذا العصر، في هذه الفتن، شبهات وشهوات واتصالات وسائل تواصل وأشكال وألوان، كل هذه الأشياء كيف نحمي أولادنا؟ أنا أريد أن يكون ولدي ناجحا في دنياه في دراسته، لكن أيضا أريده أن يكون ناجحا في دينه. لذلك أتى أولادكم بكم، آباؤكم وأمهاتكم بكم إلى أمثال هذه المجالس، فلهم الشكر. والشيء الثاني حقيقة، أنا باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل 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 للشيخ الغائب الحاضر، الشيخ الغائب من حيث الجسد، هو الآن في دمشق أستاذنا الشيخ موفق، لكنه حاضر من خلال المتابعة والدعم والتسديد والتوجيه
لهذا العمل، فكل عمل أظن الآن بإشرافه الآن، ما هيك؟ والتواصل لا يزال تعود هون شيخ حسن، تعود هون. لا تفضل لهون، تعود هون أكرمك الله. وهو الآن يتابع، فنقول له جزاك الله عنا كل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرى هذا العمل متألقا ناجحا، وأن يبقى في صحيفته، وأن يفرح به في الدنيا وفي الآخرة. الشيء الآخر، أنا أشكر الشيخ حسين أبو السعادات وإخوانه في الإدارة الذين يحرصون على هذه الأعمال. يعني سبحان الله، أنت متزوج؟ خاطب سيدي. خاطر، الله ييسر لك الزواج إن شاء الله. أقول لك يا شيخ حسين الآن الشيخ حسين واحد غيره من الشباب ربما يفكر بإيش؟ في نفسه، يفكر في بيته، زواجه، بده يأمن مصاريف وما شابه ذلك. لكن هو الآن يفكر بفرع أول، فرع ثاني، فرع ثالث. ليه؟ حتى يهيئ لأبناء المسلمين هذه الموائد، حتى يهيئ لهم هذه النشاطات، هذه الحمايات والحصانات في هذا العصر. اليوم العصر صعب، لذلك هو الآن يقول لإخوانه تعالوا نشتغل، تعالوا كذا. طب الآن هو سأل عن مكان وقف ما تيسر، خلاص شو بساوي؟ بيقعد بالبيت، أنا ما لقينا. لكن هو الآن لا، يصر ويبحث هنا ويبحث هنا. ليه؟ طب هاي عندكم فرع أول، قال لا بدنا فرع ثاني وثالث. ليش؟ لأننا نخاف على أبناء المسلمين، نخاف على شبابنا، نخاف على أطفالنا. والحقيقة انظروا إخواننا إلى أستاذنا الشيخ موفق كيف يحمل هذا الهم على أبنائنا وعلى بناتنا وعلى إخواننا وعلى شبابنا، كيف يحميهم يعني كأولاده. يعني الآن الشيخ موفق جزاه الله عنا كل خير، ابن الشيخ صالح مرابع هذا العالم الفاضل جزاه الله خيرا، وكذلك إخوته. طيب هو الآن يتعب على أولاد المسلمين كما يجتهد على أولاده، فأنتم الآن بمثابة أولاد للشيخ جزاه الله عنا كل خير. ولا شك أنه فرح كبير لنا أن نكون في عناية الشيخ ورعاية الشيخ وتوجيهات الشيخ، ولا شك أن هذا هو الجهد الذي ترونه. لكن ربما هناك يا شيخ داود جهد يقوم به الشيخ في الليل يدعو لهذا المركز، يدعو للشباب، للأساتذة، يدعو للطلاب. يعني الشيخ حسين الآن يتصل بالشيخ موفق سبحان الله يقول له ادعو لي، سبحان الله يدعو له دعاء حارا. ليه؟ لأنه يرى ماذا يفعل، كيف يقوم بالعمل، كيف يتابع، كيف يفرغ وقتا وجهدا ويتحمل هذا الأمر. يا أخوان الأكارم، حقيقة نحن في هذه الأعمال يجب علينا أن نعلم أننا لا نمارس هواية يا شيخ حسين. نحن الآن لا نمارس هوايات، ما هيك؟ وإنما نحن إيش؟ في ساحة من ساحات الجهاد التي نحمي أبناءنا وطلابنا من الغزو الفكري. فنحن اليوم نتعرض إلى أمرين يا شيخ داود، ما هما؟ الشبهات والشهوات. نحن اليوم نعاني من أمرين، الشبهات والشهوات. الشبهات تغزو عقولنا، تغزو قلوبنا، والشهوات تغزو أخلاقنا وسلوكنا. فنحن اليوم نحتاج إلى حصانة من الشبهات وحصانة من الشهوات. أما الحصانة من الشبهات بعد توفيق الله عز وجل فتكون بإيش؟ بالعلم، بأن نقرأ العلم، نقرأ العقيدة، نقرأ الفقه، نقرأ هذه العلوم كلها شيئا فشيئا بإذن الله تعالى. نبدأ بالبسيط ثم نرتفع شيئا وشيئا. يعني الآن سبحان الله إخواننا، واحد منكم الآن لو سجل بأضخم معهد، لو سجل الآن بأضخم معهد، هلا الآن إذا كان الشيخ داود الآن بده يبحث لابنه عمر عن معهد، أو والله في معهد ضخم جدا جدا جدا، سجله أول سنة، ماذا سيقرأ فيه شيخ داود؟ هل سيقرأ حاشية ابن عابدين؟ سيقرأ مثل هذا المنهاج، كتاب مبسط في الفقه، كتاب مبسط في السيرة، كتاب مبسط في بعض مسائل العقيدة، كتاب مبسط في الشمائل، في كذا وهذا كذا. فأنتم اليوم بفضل الله عز وجل الشيخ وضع لكم منهاجا قرآنيا. لماذا؟ لأن صلتنا بالقرآن أيها الإخوة، صلتنا بالقرآن
ليست قضية إنه والله حفظنا القرآن والحسن بعشر أمثال بس. صلتنا بالقرآن هي روحنا. قال الله تعالى، وين الشيخ مصعب؟ وكذلك تعال عندي شيخ، تعال هون في محل جنبك. في سيدي بكره تعال. مكانك سيدي. يقعد مكاني سيدي. لا مو تعال مكانك، الله يقعد يسلمك. جنبك. الشيخ مصعب الراغب هذا، قوم وقف خي يشوفوك شيخي، لك قوم خي يشوفوك. هذا الشيخ مصعب الراغب جامع القراءات العشرة، جمع القراءات العشرة سبحان الله، ودرس عند المشايخ، وهو الآن في مرحلة الدراسات العليا في الجامعة، وله نهضة مثل هذه النهضة في زملكة بالغوطة. سبحان الله. عنده كم طالب عندك شيخي؟ 250 طالب عنده بالغوطة. لكن يعني سبحان الله ما كان عنده إمكانيات كهذه الإمكانيات، ما كان عنده يعني من يدعم، من يقوم ولكنه بدأ من الشيء المتاح. تصوروا 250 طالب السنة هي ساوى دورة صيفية مكثفة، ما هيك؟ كم واحد حفظ القرآن عندك بالصيف؟ 17 حافظ و4 مجازين و1 قراءة. اسمعوا الآن 17 حافظ، 4 إجازات و1 جمع قراءات. هذا عن الشيخ مصعب الراغب هذا، الله يجزيه عنا ألف خير. وين الشيخ ياسر؟ هاي الشيخ ياسر درويش كمان، تفضل قوموا شوفوك. أنا الشيخ قوم ركبك قاعد. الشيخ ياسر درويش هذا أيضا كمان حافظ القرآن الكريم، جماعة قراءات. بلش صلاة سيدي. يا الله يا الله يا رب، الله يتم. أيضا عنده معهد قرآن كريم بأنقرة، ما هيك؟ نعم سيدي. ماشي. كم طالب عندك؟ في 50 طالب سيدي. 50 طالب ما شاء الله. شوف الله يجزي عنا ألف خير. انظروا هاي شيخ حسن بسم الله ما شاء الله. نحن الآن نريد أن نخدم أبنائنا. طب أنتم يا أبناء هلا ليش؟ يعني شو دخل هلا المشايخ كلهم يعني يخدموكم ويتعبوا؟ ليش؟ هلا شيخ مصعب الآن الطلاب عم يعطوك شيء شيخ مصعب براني؟ لا براني ولا جواني. والشيخ ياسر ما في شيء. سبحان الله. إذا لماذا نخدم أبنائنا؟ والله يا أيها الشباب يا أيها الأطفال، تعرفوا ليش؟ الآن شو بيخطر ببالكم أنتم الآن؟ يا هلا الشيخ حسن الآن شو هدفه بهالدورة هي؟ تعرفوا شو هدفه؟ سبحان الله هدفه أن يقدمكم أيها الأطفال هدية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. مين أصغر واحد هون؟ تعال عندي تعال. هذا إن شاء الله تعالى قديش عمره 9 سنين؟ هذا إن شاء الله تعالى سيكون يحفظ القرآن إن شاء الله، وسيكون هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسمك أنت؟ اسمك؟ أبو بكر. اسم الله ما؟ مو يا شيخ مصعب؟ ها؟ اسم الله؟ نعم. توكلنا على الله. اللهم علمنا ما ينفعنا. هذا الآن الشاب إن شاء الله يا شيخ حسن يفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفرح به رسول الله. احفظها هي. يفرح بك رسول الله عندما تحفظ القرآن الكريم. ساعتها الشيخ حسين بتوفي معه. قدم هدية إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قدم هدية إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. والله شيء عظيم. تفضل. الشيء الثاني سبحان الله، هذا الشاب يعني يخاف عليكم، يخاف من الفتن، يخاف عليكم من قضية المنزلقات. فهو الآن سبحان الله يحرص عليه. أنت لما بدأت بالحلقات عند المشايخ كم كان عمرك؟ بداية التدريس عند لا حفظ الحفظ ايه 6 سنين. 6 سنين. اسمع يا ولدي، شو اسمك؟ اسم النام أبو بكر. ها؟ كم عمرك الآن؟ متأخر 3 سنين. الشيخ هذا الشيخ بدأ عمره 6 سنوات. كم عمرك الآن؟ 27. 27. يعني الآن صار له 24 سنة. سبحان الله. الآن كما هو الآن اشتغل عليه المشايخ وتعبوا عليه وهو صغير، هو الآن يشكر الله على هذه النعمة ويقول أنا أريد أن أتعب على أبناء المسلمين كما تعب علي الشيخ. انظروا هذه الفكرة. هو الآن لا يفكر بنفسه،
لا يفكر الآن ببيته، هو الآن ادعوا له الله يفرج عنه، بده بيت وبده خطبة وبده نفقات وغرفة نوم. وأسأل الله يا شيخ حسن، أسأل الله أن ربي عز وجل يريك ثمرات هؤلاء الشباب إن شاء الله نجاحا في دينك ودنياك. والزواج اللهم يسره له على أهون الأسباب. الله ييسر لك غرفة نوم ممتازة، وييسر لك فرش البيت والبيت، وتيجي العروس مدللة. بزمانه يا شيخ داود خطيب على المنبر واحد هيك ساوى شغله بخدمات الجامع، ساوى شغله للجامع خدمه، هو على المنبر شو دعا؟ اسمع الدعاء شيخي، شيخ مصعب هيك دعا الخطيب على المنبر، قال له الأبو فارس ساوى حمامات الجامع، الله يبعث له وحده تشمه وتضمه وتكون عليه أحد من أمه. هي على المنبر هي. وانت ان شاء الله يبعث لك وحده تشمك وتضمك وتكون عليك احد من امك. لذلك يا اخواننا انتم الان هلا سبحان الله الشيخ موفى الان يعتني بكم. تصوروا انتم الان، تصور يا ولدي، تصور الشيخ موفى مرابع باسمه الكبير يعتني بكم، يسأل عنكم، يسأل الشيخ حسين كيف الطلاب، ما إنتاجهم، ما إنجازهم. والله شيء عظيم. أنتم الآن في عناية ورعاية أستاذنا الشيخ موفى مرابع. والله لو صحت لي والله يا سلام أنه يهتم فيه يسأل عني، والله الله يجزي عنا ألف خير. بعدين الشيخ حسين الآن فرغكم الأوقات، فاحمدوا الله على هذه النعمة. طيب ماذا بقي علينا؟ والله أنا أقول لكم أنتم أيها الشباب يجب أن تجدوا وأن تجتهدوا. أول شيء دوام لا غياب فيه، هي واحد، دوام لا غياب فيه. مو والله عنا دراسة، عنا مدري إيش، عنا كذا، إلا في عنا قرآن، في عنا وقف، دوام دورة، فقه، سيرة، عقيدة، آخره كذا. فهذا أول شيء. الشيء الثاني بدنا إن شاء الله نستفيد من هذه الدروس، نحفظها، نراجعها، ونعود إلى البيت نسمع آباءنا وأمهاتنا. اليوم أخذنا في الوقف في المدرسة في العمرانية أخذنا دورة يعني في الفقه، مرة معنا الأحكام، تفرح أباك وأمك بما تتعلم من أحكام، تحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهم اليوم الشيخ علمنا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أنتم الآن ينبغي عليكم إن شاء الله تعالى أن تضعوا في أذهانكم بعد سنوات قليلة إن شاء الله، هدول الشباب الحلوين يلي حيختموا على رمضان إن شاء الله، شو أسماءكم؟ وليد ومحمد، ما هيك؟ وليد ومحمد إن شاء الله برمضان ختم في الدورة الصيفية، أستاذ في الدورة إن شاء الله، أستاذ في الدورة إن شاء الله، هي جاك أستاذين إن شاء الله. وهؤلاء نفخر أنهم من صناعة العمرانية، من صناعة العمرانية. هلا إذا جاء أستاذ من برات العمرانية أقول هذا إنسان يعني جزاه الله خيرا، لكن هؤلاء من صناعة العمرانية، وهؤلاء إن شاء الله سيكونون معك أجنحة يعينونك في تحفيظ الطلاب السنة القادمة بإذن الله تعالى. والآن العمرانية إن شاء الله بدنا أن تعمر أولا بأساتذتها وإدارتها وبطلابها، وإن شاء الله تعالى نزوركم الزيارات المقبلة إن شاء الله، وقد صار المدرسون من أبناء العمرانية إن شاء الله تعالى. كل واحد منكم 20 مدرس إن شاء الله تعالى، وعند كل واحد إن شاء الله 20 طالب، يعني عندي 400 يا رب إن شاء الله. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. ثم أنا أقول لكم والله يجب عليكم أن تشكروا هذا الشيخ الفاضل وإخوانه، هدول المدرسين لما بدرسوكم فقه قل له جزاك الله خيرا، لما المدير الآن بيتابعكم قل له جزاك الله خيرا، لما الآن بيقدموا لكم شيء قل لهم جزاكم الله خيرا. يعني هو الآن الشيخ أحيانا بيجيب بعض الإكرام، بيجيب بعض الهدايا، عم يجيب لكم وما عم يجيب لكم بذمتكم؟ عم يجيب؟ عم تاخذوا منه وتنسوا ما؟ ولا بتقولوا جزاك الله عنا كل خير؟ ما؟ شو جاب لكم آخر مرة؟ شو جاب آخر شيء؟
عصير، يا سلام، أنا كاسة شاي بس. وبلا سكر شرطة كمان. فنقول لهم فعلا جزاك الله خيرا. هلا انتم بتعرفوا، هلا الان الشيخ الان بده يجيب الان هدايا الان، سبحان الله، بيطلب من هذا وهذا. ليه؟ والله عندنا طلاب قرآن كذا كذا. يريد ان يفرحكم، يريد ان يشجعكم، يريد ان يكرمكم. سبحان الله العظيم. يعني الواحد منكم احيانا ابوه ما بيجيب له هديه، صح ولا مو صح؟ تلاقي هون بالمعهد بيجيب له هديه. والدك يمكن احيانا ما بيتذكرك بشيء، لكن سبحان الله هون الشيخ حامل همك اكثر من هم بيته. هو يريد ان تنهض وان تجد وان تجتهد ان شاء الله تعالى. لذلك والله دائما يجب علينا ان نشكره ونقول له جزاك الله عنا كل خير ان شاء الله تعالى. وادعوا له بموضوع الزواج، لا تنسوا. آمين. وان شاء الله بالمقابل هو ايش؟ وتعرسوا بعزمكم الله يزيد ان شاء الله تعالى. الحلوان اجيب له هديه هالقد قدها. مو هيك؟ مو بس حلوان. لذلك سبحان الله هذا لقاء طيب حقيقة. نحن يا جماعة شيخنا نعم اخواننا الاساتذة، نحن خرجنا من دمشق بعد ما الله عز وجل فرج عن بلادنا وازال الظلم والطغيان، وربي يعني اكرمنا بالنصر والتحرير. الان اتينا لنزور هذه البلدة، لنزور الصالحين، وأنت منهم إن شاء الله تعالى، والأساتذة منهم، الشيخ داود إن شاء الله وأنتم. أتينا أيضا حتى نسمع من العلماء والأولياء لنستفيد من أقوالهم وأحوالهم، وكذلك أيضا أتينا حتى نفرح بهذه الأعمال وبهذه التجارب التي قام بها إخواننا. والله سبحان الله إخواننا ومشايخنا في عندهم هيك هالسوسي عند جماعة مشايخنا، عندهم هالامر هذا، وين ما قعدوا يلا معهد معهد ابي حنيفه، معهد الفاتح، معهد الشيخ عبد الرزاق، معهد مدري ايش، ما كم معهد ما شاء الله فيه ما شاء الله. اي نعم، بكره رايحين على شيء 4 معاهد بكره زيارات ان شاء الله تعالى، وبعد بكره مدري كم معهد كمان. سبحان الله. الان هدول المشايخ الان هكذا همهم في الحياه. يا هلا المشايخ هلا الان. اي نعم، استاذنا الشيخ موفق فكر يفتح شي محل هون باسطنبول، فكر يفتح له شي شركة، ما فكر بإيش؟ يفتح معهد، يفتح دورة قرآنية. كمان أستاذنا الشيخ خالد الخرصة، وأستاذنا الشيخ نادر أبو عمر، وأستاذنا الشيخ رضوان الكحيل، كل هؤلاء سبحان الله ما حدا منهم فكر يفتح محل أو تجارة أو شركة باسطنبول. لك والله شغل طيب شيخ داود، بجيب دولار. لكن سبحان الله لا، نريد أن نخدم الدين، نريد أن نخدم أبناءنا وطلابنا ليكونوا لنا ذخرا عند الله عز وجل. أنا بقول للطلاب عنا شيخي، نحن عنا بالشام في عنا معهد شرعي، عندنا ما يقارب 700 طالب وطالبة في دمشق. نعم. فعندنا أيضا طلاب بعضهم عمره 12 سنة وبعضهم عمره شيء 50-60 سنة كبار. في عنا ذكور وعنا إناث. شيخ داود بفضل الله عندنا النخب، وأنا ما بدي أحكي هذا الشيخ مصعب هذا واحد من ثمرات معهدنا، وهو الآن من أركان التدريس عندنا. نعم. كذلك الشيخ أدهم العاسبي هو أيضا من ثمرات الحاجبية، وهو الآن من أركان الحاجبية طبعا، وغيره كثير. هذا الشيخ ياسر بال2007 اجى لعنا حفظ القرآن الكريم في صيفية واحدة. هذا الشيخ ياسر خلال 2 حفظ القرآن كاملا. هون الشيخ ياسر هذا. نعم. فبفضل الله سبحانه وتعالى نحن الآن، أنا أقول للطلاب عنا، بقول لهم والله أنا لا أريدكم في الدنيا لي، ولا أحد يقول أنا تلميذ الشيخ حسان، وإنما أنا أريدكم غدا شفعاء لي بين يدي الله. إذا بكرة يا شيخ ياسر أنا الآن زلت بي القدم تدفع لي عند الله عز وجل، تشفع لي عند الله عز وجل. وهكذا الشيخ مصعب، والله أنا هلأ بقول الشيخ مصعب تلميذ الشيخ حسام، يا رب لك الحمد، ما بشوف حالي لا، لكن بحمد الله أنه الله حطه بصحيفتي، صحيفتي فاضية ما عندي شيء أنا. فلما هذا الآن بيكون بصحيفتي يوم القيامة والله
بربح أنا. إيه نعم، أنا مقصر قاعد مع جنب يوم القيامة ما في عندي شيء، بيجي الشيخ مصعب يشفع لي عند الله عز وجل. والله شيء طيب. فلذلك احنا الآن سبحان الله طلابنا نريدهم شفعاء لنا بين يدي الله، نريدهم هدية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، نريدهم إن شاء الله تعالى خدما للمسلمين. أنا الشيخ مصعب الآن شيخ ياسر عم يخدم بأنقرة، وين حفظ القرآن بالحاجبية، بزعل والله العظيم بفرح. والله لما حكى لي قديش انسرينا، ليه؟ إنه بفضل الله إجا لأنقرة عم يحفظ قرآن كريم، شيخ مصعب بزملكة عم يحفظ قرآن كريم وغيره. فنحن الآن نريد طلابنا أن يكونوا خدما للمسلمين بإذن الله تعالى، وكذلك إن شاء الله تعالى نريد إن شاء الله أن يكون طلابنا اليوم غدا قريبا بإذن الله وليد محمد بعد حفظ القرآن الكريم سنكون طلاب علم بإذن الله تعالى، سنكون إن شاء الله على منهج العلماء الربانيين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلك سبحان الله هلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شيخ مصعب بس تعلم القرآن يعني ألفاظ وحروف وصفات ومخارج، يعني لأحكام القرآن مو علم القرآن هذا، وأخلاق القرآن وعقيدة القرآن وتفسير القرآن، هي مو علوم قرآن هي. خيركم من تعلم القرآن كله من كل النواحي. لذلك سبحان الله الآن بدأنا بعلم القرآن الكريم، نحفظ أجزاء قليلة ونقرأ أبحاث قليلة في الفقه في السيرة وكذا، لكن مع الأيام إن شاء الله تعالى نتابع في القرآن وننهض في العلم، وإن شاء الله تعالى نكون على منهج العلماء بإذن الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أنا صدقا أنا انسريت جدا بالزيارة عندكم، انسريت جدا بالزيارة عندكم. والله الآن بدي انزل على الشام، الله يقدرني قبل إيد الشيخ موفق مرابع وأقول له جزاك الله خيرا على ما أنشأت. والعمل شيخ داود العمل ليست عظمته في النهايات، بل عظمته وين؟ في البدايات. وهيك هلا لما بيطلعوا الآن ببناء نعم 50 طابق، أسأل الشيخ علي شهابي، وينه علي شهابي؟ شيخ علي الآن هلا أنت والدك هيشتغل بالكهرباء ما؟ شلون؟ مهندس. اي نعم. الآن لو سألناك هلا ناطحة سحاب 50 طابق، وين أصعب شيء يشتغل؟ بالقواعد تحت، بالبدايات، بعدين ما طلعت القاعدة بيطلع رقد الطوابق. لذلك نحن الآن نقول العظمة في البدايات هلا، وإن شاء الله هذا العمل يا شيخ حسين بيستمر وبيدوم وبينتج وبيثمر، وأسأل الله أن نرحل عن الدنيا ويبقى هذا العمل. أسأل الله أن نرحل عن الدنيا ويبقى هذا العمل بإذن الله، وأن يفرح القائمون عليه في قبورهم بهذا العمل. إن شاء الله يا شيخ حسين بعد عمر طويل بتكون بقبرك ببرزخك تأتي إليك ثمرات هذا العمل. قديش حلو إنه محمد ووليد سبحان بعد فترة صاروا يحفظوا القرآن الكريم، صار لهم طلاب وتلاميذ، كله تهدى إليك. كم تفرح يا سلام. اي نعم. هلا سبحان الله قبل شوي كنا بزيارة الشيخ زكريا مسعود، سبحان الله قديش انسار الشيخ مصعب لما قلت له انت درستي بالثانوية الشرعية مو هيك؟ ايضا انت كان درسك إلى كمان ما فرائض ما، وانت الشيخ علي درسك كمان. لا سيدي ما لحقته. ايه فتصور الان بفضل الله قديش انسر الشيخ لما قال له انت درستني بالثانوية الشرعية. وبكره سبحان الله الشيخ كم يفرح بيسمع انه والله تلميذنا فلان كان بالعمرانية هلا صار عم يقرأ قرآن، صار عم يدرس، تخصص بالشريعة، كمل ماجستير وكمل دكتوراه بإذن الله تعالى إن شاء الله. فأسأل الله أن يبارك بكم وأن يجزي خير أستاذنا الشيخ موفى وأخونا الشيخ حسين والقائمين معك في الإدارة والتدريس، وأسأل الله أن يبارك لكم، وأسأل الله للشيخ علي الذي أعطاكم هذا الوقف أن يجعل هذا الخير في صحيفته كاملة إن شاء الله. تزعل إذا الله جعل كل هالخير بصحيفته؟
خاف ابدا. يعني بتخاف يروح اجرك انت؟ استغفر الله. ما راح بيروح شيء عند الله عز وجل. ما هيك؟ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ما في شيء بضيع عند الله عز وجل. لذلك ان شاء الله تعالى عملكم طيب، ثمراتكم طيبه ان شاء الله تعالى، وانا جدا انسريت بزيارتكم. والحقيقه الان نشكر الشيخ حسين ونشكر استاذنا الشيخ موفى، نشكر الاداره والقائمين، واسال الله ان يجمعنا بكم على احسن حال، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم عنا كل خير يا سيدي، يجبر خاطركم، احسن الله اليكم.